بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بافضل صحة واحسن حال. كل سنة وانتم طيبين وبعودة الايام. يا رب تكون الايام الجاية دي كلها تكون ايام حلوة وتكون احلى من الايام اللي فاتت كلها ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان يعني خلاص فاضل عليه يومين، فحبيت اقول لكم كده ايه، كل سنة وانتم طيبين قبل اي حاجة. طبعا كلنا بنواجه الغلاء اليومين دول، كل الناس بتعيشه، الغني قبل الفقير، اللي معاه يعني اكتر من اللي معهوش كمان. يعني اللي معهوش عارف ان هو مش معاه يعني، انما اللي معاه هو اللي حاسس بالموضوع ده. فربنا يفرجها علينا وعليكم من اوسع الابواب كده ان شاء الله. تعالوا هنبدأ يومنا كده بنقول بسم الله. تعالوا ما نعمل الكيكة اليومية بتاعتنا. هنحط كوباية سكر، عليها كوباية لبن سخن، هنضربهم كويس قوي في الخلاط. انا طبعا المره دي ما حطيتش كل المقادير مع بعض عشان اللبن كنت انا لسه غلياه وكان سخن جدا. لو حطيته معاه البيض والحاجات دي البيض هيبقى مسلوق. فانا استنيت لما يعني ضربت السكر مع اللبن الاول. طبعا في العادي بروح حاطه كل المقادير مره واحده واروح ضربها في شفشق الخلاط خلاص. طبعا المج العادي بتاع الشاي اللي بتشربي بيه الشاي. في ناس بتحط كده يعني كده تقريبا كده، بس انا بقى ايه، عشان تحبي المقادير تبقى مظبوطه معاكي والكيكه تطلع مظبوطه معاكي، يفضل انت تعمليها بالمقادير، يعني بمقدار مج كده تعرفي المقادير بتاعته فتطلع معاكي مظبوط. انا هنا حطيت 4 بيضات، ممكن تحط 3 بس كفايه. حطيت عليهم كيسين فانيليا، معايا هنا خل، معايا ملح ابيض، معايا كوبايه زيت برضو حطيتها بعد ما ضربت اللبن بالزيت، ضربتهم كويس جدا. حطيت عليهم كوبايه الزيت، ضربوا كويس جدا. بعد كده حطيت اللبن والبيض والفانيليا. حطيت البيض والفانيليا معلش، وحطيت عليهم غطا صغير خل وسنة ملح صغيرة خالص. سنة الملح دي بتخلي الكيكة كده يعني نفسك ما تجزعش منها كده وتاكلها لما تقولي يا بس كده ما تشبعيش منها اصلا. ماشي. انا ما كانش عندي برتقان، حطيت كيس تانك من اللي هو الصغير اللي هو بجنيه دون. طبعا غالي دلوقتي بقى ب2 جنيه، مش مشكلة ممكن تعمليها باللبن بس. بس انا بحب اللي هي بالبرتقان اكتر يعني. خلاص انا هنا حطيت مجين دقيق. وكمان حطيت كيس بيكنج باودر كامل. انا هنا كنت حاطه في الاول مج واحد، بس انا حطيت مج كمان يعني. هضربهم كده مع بعض وهحط الخليط بتاعي كله. طبعا لو الفرن البوتاجاز بتاعك اللي هو العادي زي بتاعنا كلنا ده، فتسخنيه الاول وانتي لسه هتبداي كده، هتبداي تسخنيه علشان تطلع معاكي هشه كده وطريه. وما تصملش في الفرن. يعني ايه ما تصملش؟ يعني ما تبقاش هابطه وتبقى عامله زي العجينه كده خلاص. طبعا ارتفاع الكيكه ده برضو بيرجع عليكي انت. ممكن تحطي في الصينيه صغيره او الوسط. يعني انا بحبها دايما، ما بحبش الكيكه اللي هي العاليه قوي دي، ما بحبهاش بصراحه، ولا ولادي بيحبوها. يعني بتبقى ايه، الحته كده تلاقوهم بيجيلهم سده منها. لا، فانا بحب ان هي يبقى سمكها كده رقيق وحلو عشان اللي ياخد حته يعرف يكملها للاخر وتبقى مستحب. كمان هقولك النهارده على فكره حلوه قوي للبواقي بتاعه الكيكه. لو اللي ياكل حته يتفضل منه، مثلا بتبقى فاضله مثلا من جنب الشاي ولا حاجه، حتتين فاضلين عندك ما تسيبهمش لما ينشفوا. هقولك ازاي تجمعي كل الحاجات دي وتعملي بيها طبق حلويات جميل جدا، ينفع للضيوف ينفع لولادك، انتوا قاعدين كده المهم تستفادي يعني منها، بدل ما تسيبيها تنشف وتترمى خساره. طبعا في الوقت اللي احنا فيه ده مفيش اي حاجه فيها بتترمى، اي حاجه بصي عينيها هتلاقيها على طول كده، مش محتاجه كلام. انا طلعتها من الفرن وبردت، هوريكم السمك بتاعها دلوقتي. طبعا الصينيه دي الكبيره قوي، الكبيره يعني هما التلاتة اللي هما بيبقوا مع بعض، لا دي الرابعه بتاعتهم بقى، فهي الكبيره. ماشي. انا حباها ان هي تبقى رقيقه كده طريه وهشه وجميله، عامله زي الاسفنج ازاي. ممكن انت لو انت حابه ممكن تعمليها في الصينيه اللي هي الوسط، هتبقى سمكها يعني مرتفع اكتر من كده بكتير يعني. للناس اللي هي بتحبها يعني الناس، في ناس ما تعترفش بدي خالص، تقول لك هي دي كيكه، لا مش كيكه. انا عن نفسي ممكن انا بحبها يعني اكون ارفع اضخم من دي شويه ماشي.
المهم تعالوا بقى، ما نعمل ايه صوص فراولة عشان نعمل بيه. هقولك ان احنا هنعمل ايه البواقي بتاعت الكيكة هنستفاد منها ازاي. انا هنا حطيت دي فراولة متجمدة كده، كنت انا مخزناها في الفريزر، وحطيت عليها زي كوباية سكر. سبتهم على نار هادية، ما حطيتش مية ولا حطيت اي حاجة، الفراولة عليها سكر وسبتهم كده مع بعض. هبدأ ان انا اعين الكيك بتاعتي في علبة. ما بحبش ان انا اسيبه في الصينيه زي ما انتم شايفين كده، لا بحب اعينه في علبه عشان تبقى الكيكه تنها طازه كده وتنها جميله كانك لسه عاملاها بالظبط. انا هنا بركن كذا حته كده عشان دول ههريهم، عشان عايزه اعمل يعني حاجه تانية منها. وفي نفس الوقت انا ساعات بيفيض مني بواقي كيك كده في العلبه، ف يعني بتقعد ليا انا بقى انا اللي بقعد اكل وراهم. فبما اني بقى لسه عاملاها، فانا حبيت بس اوريكم الفكره، انما انت مش مضطره خالص ان انت تبوظي كيكه انت عاملاها وتعمليها بالطريقه دي. مش هقول تبوظيها زي ما انا قلت، لا، بس يعني ايه، ممكن تعملي الكيكه منها حاجات تانية. خلاص انا هنا فرولت كده كام حته، وهقولك تعملي بهم ايه دلوقتي. انا حطيت اللي هو ال الفراولة مع السكر على النار، واسيبهم يستووا خالص. ممكن تضربيهم في الكبة او الهاند بلندر اي حاجة يعني. انا بصراحة سبتهم لما استووا خالص، ورحت عاملاهم كده بالمعلقة، فلقيته مش مستاهل ان انا احطه في خلاط ولا احطه في اي حاجة خالص يعني. بس للكبة والحاجات دي اختصارا للوقت، لو انتي مستعجلة ومش عايزة تسيبيه على النار وقت كبير، و يعني تضربيهم على طول اختصارا للوقت مش اكتر يعني. فانا كنت واقفه بعمل الغدا، فما كنتش مستعجله عليه خالص يعني، سبته براحته على الاخر. خلاص زي ما انتم شايفين كده، بصوا الفراوله بدات تعمل الميه اللي فيها، وانا طبعا يعني في الراحه وفي الجايه بقلب كده وبهرس زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بدات بقى هعمل في الغدا. كان عندي بانيه فايض من امبارح، فانا هعمل جنبه ايه بقى. قلت اعمل ايه، صينيه مكرونه بشاميل كده جنبه، يعني عشان يتاكل يعني ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. انا هنا حطيت المكرونه، حله للمكرونه هسلقها، وكمان عشان اعصج اللحمه في طاسه كده على النار حطيت بقعة زيت وبصل مبشور. البصل المبشور بصراحه انا جربت اللي هو المتقطع ده، المبشور احلى منه بكتير جدا يعني. لو بشرتيه بيبقى احلى جدا، وما بيبانش في اللحمه، وبيبقى حلو. او لو انت عندك العينه اللي هي بتنقي البصل وتنقي الفلفل من اللحمه مثلا ولا الفراخ ولا الحاجات دي، احسن حاجه تعمليها ان انت تبشري البصل، ما بيبانش خالص. انا هنا يا دوب شوحت البصل كده سنه صغيره خالص، حطيت عليه قرن فلفل حامي، وحطيت عليهم سنة توم كده شوحتها بكزبرة. الحتة دي بتدي للحمة نكهة جميلة قوي قوي قوي، تخلي اللحمة بيبقى فيها تيست عالي جدا، جميل قوي، هتحبيه يعني. كمان حاجة كمان هقولها لك دلوقتي بتخلي اللحمة جميلة جدا برضو. هنا شوحتهم كويس جدا، وبعد كده رحت مقلبة كله في بعضه. طبعا على نار هادية. اول ما بحط اللحمة بعلي النار جدا، اعلى حاجة، اعلى نار عندك حطي عليه، عشان اللحمة ما بتسردش مية معاكي وتقلب معاكي بزفارة. والزفاره دي مش هتعرفي تتخلصي منها للاسف. زفاره اللحوم مهما تحطي توابل ما بتقدريش تتخلصي منها، حتى لو اتخلصتي منها ان انت مش شامه ريحه زفاره، بتحسيها في الطعم. فاحنا نتفادى كل ده. اي لحوم عندك شوحيها على نار عاليه لحد ما تاخد الصدمه بتاعتها، وبعد كده تبقي تهدي النار وبراحتك خالص بقى يعني. بعد كده مش مهم، هي اول خطوه دي هي اللي مهمه جدا في تعصيج اللحم. انا هنا نقلتها على عين تانية عشان هنا هعمل البشاميل. حطيت معلقة سمنة بلدي كبيرة، عليها شوية زيت كمان، بعمله بسمنة وزيت يعني. السمنة البلدي بتخلي طعم البشاميل حلو. لو مش حابة، مش عندك، كفاية شوية الزيت وخلاص، كفاية كده. انا هنا حطيت الفلفل الاسمر على اللحمه. تحطي الفلفل الاسمر الاول ومش الملح، بس انا هنا حطيت الملح بقى عشان كانت هي اللحمه خلاص خدت الصدمه بتاعتها، فمش فارق يعني. الملح في الاول بيخلي اللحمه تسرد الميه اللي فيها كلها، فانا مش ببقى عايزه اصلا ان هي تسرد ميه خالص، انا ببقى معليه النار وايدي فيها على طول لحد ما تاخد الصدمه بتاعتها، فبلاش الملح في الاول. هبدأ ان انا اعمل البشاميل. البشاميل بتاعي انا بحب دايما ان انا اعمله على السخن، ممكن تعمليه على البارد حسب راحتك انتي، مش فارقه. الصاج اللي انا هعمله بياخد 4 معالق دقيق. انا تقريبا حطيت 4 وشويه او 4 ونص او 5، مش فاكره، بس هما يعني ايه، الصاج اللي انا بعمله ده دايما بياخد 4 معالق.
كمان اللحمة لما بدأت تتعصج معايا وخلاص هدي عليها النار قوي بقى علشان تستوي كويس وتبقى حلوة. فبشرت طماطمية كده وحطيتها عليها، بتخلي اللحمة جوسي وجميلة جدا، وتديها طعم برضو جميل قوي. حطيتها وقلبتها وهديت على اللحمة خالص عشان تبدأ تستوي معايا. وهنا كمان الدقيق اول ما يبدأ يصفر معايا كده يبدأ يستوي يعني، فيها هعمله باللبن. وكمان عندي شوربة كنت عيناها في الفريزر، سخنتها وهعمل بيها بقيه البشاميل. بصوا دي فايده ان انا بقول لكم ان اوعي ترمي اي حاجه، لو عندك شويه شوربه عينيهم في كيس في الفريزر. حتى كل حاجه، لو ليمون حتى بدأ يبوظ منك او بدأ يطرى او اي حاجه ممكن تستعمليه، اوعي ترميه يعني في الفريزر في كيس. انا بعينه في الفريزر في كيس. المهم عشان ما اطولش عليكم بدأت ان انا اعمل البشاميل، وزي ما بقول لكم كده ممكن تعملوا البشاميل على البارد. في ناس كتير بتعمله على البارد، وبص بصراحة انا بحب دايما ان انا اعمله على السخن يعني. خلاص بصوا بقى كريمة هون خالص، مفيش كلاكيع مفيش اي حاجة خالص. هحط بقى معلقة ملح ابيض وسنة فلفل اسمر، مش هكتر علشان الفلفل الاسمر ما يسودش ليا البشاميل يخليه اسود يعني. فانا هحط بس شعره صغيره كده تديله طعم وخلاص. وحطيت قالب مرق الدجاج كده، فركته في البشاميل. ممكن تحطي مكعبات جبنه، عندك جبنه اللي هي كريمه لباني، اي حاجه من الحاجات دي ممكن تحطي يعني. كل الحاجات دي بتطعم البشاميل وبتديله طعم جميل جدا. اللحمه بتاعتي استوت، المكرونه خلاص على وشك اهو، البشاميل استوى. هطفي عليه بقى النار وهحطه يبرد كده سنه على ما اخلص. يعني ممكن انا بصوا ما بغسلش بغسل المكرونه يعني. بشوف ناس بيعملوا المكرونه البشاميل دي مش بيغسلوها، بيقولك عشان تلزق في بعضها. هي ملهاش دعوه خالص بالكلام ده. شوفوا النور عمل فيا عامله النهارده، طفى عليا وانا بعمل الاكل، فهنقعد بقى نستناه، احنا مش محتاجينه في اي حاجه خالص يعني. ففرشت فرشه بقى كده وقعدت في الصاله، وقلت اما اكمل وانا قاعده كده، وهو وقت ما يجي. هبدأ بقى ان انا اظبط السرفيس كده يبقى شكله حلو يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. وهحط طبقة لحمة ومكرونة. انا كنت جربت مرة كده عملتها، خليت البشاميل عامل شوية مرق شوية كده، وكمان قلبت كله ببعضه بقى، المكرونة مع البشاميل مع اللحمة. وحطيت طبقة جبنة على الوش برضو، كانت جميلة جدا جدا والله العظيم. بس انا بحب دي. بصي كل حاجة تبع الراحة النفسية يعني. ممكن الست البيت تعمل حاجة بكذا طريقة، بس هي بيبقى في طريقة كده ايه هي اللي بتحبها وبتفضلها. هي كانت حلوة وجميلة وكل حاجة ماشي. هنا خلصت خالص بقى. هحط على الوش البشاميل كده، مش هحط بيض بقى خالص. انا هحط ايه معلقة قشطة كده هوزعها على وش المكرونة. هتديها وش حلو وطعم حلو قوي. بيخلي البشاميل غني كده، وصينية المكرونة تاخدي حتة كده، بصي مش بتقدريش تاخدي نفسك اصلا بعدها. لما بصوا كنت خرجتها من الفرن ما شاء الله جميلة جدا. هبدأ ان انا اقطعها بقى، كانوا قاعدين ومستنين بصوا يعني مش عايزه احكي لكم. انا اضطريت ان انا اقطعها وهي سخنه مولعه، لسه كانت خارجه من الفرن حالا. عشان كانوا اللي رايح الدرس واللي كده، فما كنتش يعني ايه، ما كنت مستعجلين يعني عايزين يتغدوا قبل ما يخرجوا، ما كانتش مستحمله بصراحه. هي كانت محتاجه ان هي تقعد شويه كمان قبل ما اقطعها يعني. بس انتوا ما انتوش غرب بقى يعني، كلنا معرضين للمواقف دي، وكلنا بنبقى ولادنا بيبقوا مستعجلين. ما شاء الله جميلة جدا مستوية. بصي يعني ريحتها كانت جميلة جدا، والبشاميل اللي كان ريحته وطعم المكرونة واللحمة، بصي حاجة جميلة جدا. حاجات اهتموا بالتفاصيل الصغيرة دي والله العظيم، بس بتفرق كتير. بتخلي للأكل طعم، ما تستهتريش يعني. هنا بقى انا حطيت هري الكيك في اطباق صغيرة كده، اي اطباق عندك، وكيس كريم شانتيه كده، وضربته مع كوباية نص كوباية مية، وضربتهم مع بعض. طبعا لو كيس بيبقى عليه السكر مش محتاجة ان انا احط عليه سكر. لو اللي هو الخام بتحطي عليه نص المقدار سكر.
ضربتهم كويس قوي مع بعض لحد ما تمسكوا. ممكن بقى تعمليها تحط عليها سن الكاكاو، ممكن تحطي عليها اللي هو التاني ده جيلي فراولة، جيلي مانجا، اللي انت حباه. انا حبيتها بيضة عشان انا هحط فراولة تاني، فانا حبيتها بيضة. ممكن يعني حسب راحتك انت، مش اي حد تاني. هوزعها بقية الاطباق. وكمان عندي صوص الفراولة اللي انا سويته، هحطه على الوش. وكمان هقطع وحدتين فراولة كده كنت حطاهم كده على جنب، هقطعهم واحطهم على وش الاطباق. ممكن لو انت ما عندكيش فراولة ممكن تستغنى عن الحتة دي اصلا وتجيبي كيس جيلي وتعمليه وتحطيه على الوش وتسيبيها في التلاجة، هتلاقيها مسكت كده ببعضها وبقت جميلة جدا برضه، هتدي نفس الغرض يعني. مش ان هي هتبقى وحشة ولا حاجة، لا، هتدي نفس الغرض. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة، ومع السلامة.